فيلل والكلام ده الصراحه مش سكتي، انا ما بحبش الفيلل. شقه، اوضتي المتواضع، سريري المتواضع، حاجتي ودلوقتي انا لقيت فردة الكوتشي فوق على السرير. مفيش حد يقدر يدخل الكوتشي على السرير والشقة الا احمد ابو عز. بس احمد ابو عز ازاي هيخش؟ انا كده هبتدي اشك في العيال اللي حواليا. طب احنا دلوقتي اللي حصل ده بقول لك ايه، تعال نطلع على بيت ابو عز. ابو عز، ام عز، مين؟ بس في حد اتحرك من هنا صح؟ حسيت. احمد في حد هنا؟ ابو عز، بس في حد جاي. ابو عز، يا جماعة أحمد، ايه ده؟ في ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتضحك؟ بابا فين يالا؟ بابا فين؟ ايه؟ ايه اللي حصل ده؟ انت ابوك فين؟ بابا فين؟ بابا خلاص سيبه خلاص، هو عدلته خلاص. بابا فين؟ ها؟
بابا فين؟ انت هنا لوحدك ولا في حد؟ بابا هنا وماما هنا؟ ها؟ في عبة. بابا فين؟ بابا في عبة. ايه؟ في عبة. في انت عملت انا مجنون يعني؟ ودي بودي؟ ودي هو. بقول لك لا تعالى، مش هسيبك هنا لوحدك، تعالى لي كده، انا هنزلك عند الجيران. لا هنزلك عند الحاجه اللي هنا دي، عشان انت ابوك ده شكله اتجنن سايبك لوحدك. انت ابوك سايبك لوحدك؟ تعال بابا عند بودي. بابا. طيب ماشي حاضر. انا لما اشوف ابوك ده يسيبك في البيت لوحدك وسايب باب الشقه مفتوح عليك، حاضر ماشي يا ابو عز. انا مفيش ولا واحد يعرف ان انا رايح له، ما رنتش على ولا واحد فيهم. عايز اروح لهم متلبسين. على شوقي. تعال. انا بس في حاجة عايز اتأكد منها، لو شوقي طلع مش فوق يبقى انا كده اتأكدت من اللي انا عايزه. بس اللي انا مستغربه ان انا كل ما اروح شقة الاقي بابها مفتوح. الموضوع ده موغوشني.
هدور عليه. ايه ده؟ تعالى الفيلا لو عايز. لو عايز ده، لو في 1,000,000 جنيه هناك مش عايز اروحها. قال تعالى الفيلا لو عايز. قال يا نهار اسود. تعالى الفيلا لو عايز صاحبك. ده كده الفيلا كده. لا صح. تعالى معايا بسرعه.